أهلا وسهلا بيكم أعزائي المشاهدين ومتابعين زواج أونلاين. يا رب يكون الجميع في أتم صحة وأحسن حال، وتمنياتي للجميع بإيجاد الزوجة المناسبة أو الزوج المناسب ليكم. ويا رب نكون عند حسن ظن حضراتكم، ومع عرض جديد من عروضنا للزواج الشرعي، فعلى كل الجادين الراغبين في طلب الزواج الشرعي التواصل معنا. وبنأكد لحضراتكم ان طرق التواصل معنا ما فيش اي ارقام موبايلات للتواصل معنا. التواصل معنا على اليوتيوب او على الايميل الخاص بالقناة. هتلاقي الرابط بتاع الايميل موجود في الوصف بتاع القناة، وفي الحالتين اذا كنت بتتواصل معايا على اليوتيوب او على الايميل الخاص بالقناة هيتم الرد على حضرتك او على استفسارك في اسرع وقت ممكن بإذن الله. ونحن نقدم هذه الخدمة مجانا لوجه الله فقط، وبدون أي مقابل مادي ولا نتقاضى أي مبالغ مقابل للخدمة. وبحب أشكر كل الناس اللي بتتواصل معانا وبتتفاعل معانا على فيديوهاتنا، وبقول ليهم احنا مستمرين بيكم وبدعمكم إن شاء الله، ويا رب نكون عند حسن ظن حضراتكم. وبرجو من أي حد بيتواصل معانا بخصوص عرض زواج أو بيطلب زوجة بمواصفات معينة، يا ريت يتواصل معانا ببياناته الشخصية كاملة. وبأكد على حضراتكم إن لازم يكون في بيانات شخصية علشان أقدر أساعدك، وفي نفس الوقت أقدر أعرف بياناتك على صاحبة العرض اللي أنت بترغب بالارتباط بها. البيانات زي الاسم والسن ومكان الإقامة والحالة الاجتماعية ومؤهلك الدراسي أو عمل حضرتك. ولو مش حابب تتواصل معايا على اليوتيوب في العام، ممكن تتواصل معايا عشان لو حضرتك حابب يكون في خصوصية أكتر على الإيميل الخاص بالقناة. معانا النهاردة عرض زواج لعروسة على قدر كبير من الجمال والاحترام، بترغب في الزواج من شخص محترم يتقي ربنا فيها ويصونها. نبدأ العرض ونقول مواصفات العروسة: مطلقة، مؤهل فوق المتوسط، تعمل في وظيفة محترمة ولها دخل ثابت، لديها بنت واحدة 15 سنة، تقيم معها في منزل الأهل منذ انفصالها عن زوجها السابق، ووالدها متكفل بجميع نفقاتها وجميع مصاريفها منذ انفصاله عن الأم. وزي ما ذكرت لحضراتكم هي من عائلة محترمة جدا، والدها راجل محترم جدا، كان موظف في وظيفة مرموقة جدا لكن حاليا على المعاش، والدتها متوفية. ملحوظة هامة جدا: لا تقبل التعداد نهائيا لظروف خاصة بها. يعني يا ريت اللي يتواصل معانا بخصوص العرض ده ما يكونش بيدور على زوجة تانية. كان إقامتها مصرية، تقيم في محافظة المنيا، السن 43 سنة. وقبل ما نقول مواصفات الزوج اللي بترغب بالارتباط به، يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو تشجيعا منكم لنا علشان نقدر نستمر في نشر المزيد والمزيد من عروضنا، ونقدر نساعد كل الجادين الراغبين في إيجاد الزوجة المناسبة أو الزوج المناسب. واحب افكر حضرتك او حضرتك لو بتشوفوني لاول مره ومهتمين بالنوع ده من الفيديوهات وعروض الزواج، يبقى اشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يصلك كل جديد من عروضنا اللي احنا بنعرضها باستمرار. ويا ريت لو حضرتك بتتواصل معايا برسالة على اليوتيوب فيها استفسار أو أي طلب أو عرض أو بتقدم عرض لصاحبة الإعلان اللي احنا بنقدمهم على القناة، يا ريت بعد ما ترسل رسالة تعمل لايك للفيديو عشان الرسالة تظهر ليا بسرعة وأشوفها وأقدر أتواصل مع حضرتك أو أرد على استفسارك في أسرع وقت بإذن الله. نرجو مشاهدة العرض جيدا من البداية للنهاية عشان تكون عارف جميع التفاصيل الخاصة بالعرض، علشان العرض لو مناسب ليك وانت فيك المواصفات المطلوبة تتواصل معنا واحنا نقدر نساعدك في التواصل مع صاحبة الإعلان. نرجع تاني ونكمل باقي تفاصيل العرض ونقول مواصفات الزوج اللي بترغب بالارتباط به: يكون راجل محترم وعلى خلق، ملتزم ومصلي، مطلق أو أرمل، ليس لديه أولاد، ويكون لديه دخل ثابت أو عمل ثابت أو موظف، ويكون لديه شقة للإقامة فيها معه بعد الزواج بإذن الله. لأن زي ما احنا قلنا هي بتكون في منزل الأهل منذ انفصالها عن زوجها السابق، فهي ما عندهاش مكان للإقامة. فيا ريت اللي يتواصل معانا يكون زي ما احنا قلنا يشاهد العرض ويكون عارف جميع التفاصيل الخاصة، يكون قادر ان هو يقدر يوفر لها عيشة كريمة، ويقدر يقدر يوفر لها سكن، ويكون رجل حسن المظهر وغير مدخن. وللجدية في طلب الزواج منها يا ريت يكون من داخل المحافظة اللي هي بتقيم فيها، لأنها لا ترغب في الإقامة خارج محافظتها بسبب ظروف عملها ودراسة بنتها. ودي من أهم شروطها إن اللي يتقدم ليها يكون من داخل محافظتها اللي هي محافظة المنيا، فربنا بإذن الله يرزقها بالشخص المناسب ليها. طريقة التواصل مع والدها وهو ولي أمرها، فعلى من يجب بياناتها مناسبة ليه وهو في المواصفات المطلوبة. يا ريت يتواصل معانا ببياناته الشخصية كاملة لعرضها على ولي أمرها. وبكده العرض ده بيكون خلص، لكن عروضنا لسه ما خلصتش، فتابعونا باستمرار. ومع زواج أونلاين هتلاقي الأحسن والأفضل ليك معانا بإذن الله.